فرناندو من بنين، ويعاون كل من مواطنه إيريك إلمافو والأنغولي لوبيس أوليفيرا، بالإضافة إلى وجود أحمد امتياز حكما رابعا في هذا اللقاء، حكم من موريتشيوس. بطولة السوبر الأفريقي أو بطولة السوبر ليج في افريقيا التي تجمع الانديه الافضل على مستوى القاره. الفكره التي بدات قبل 5 أو 4 سنوات من الان، عندما زار رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم في ذلك التوقيت نادي تيبي مازيمبي الكونغولي، وذكر بان الانديه الافريقيه يجب ان تحظى ببطوله خاصه ابطال افريقيا. وعندما نتحدث عن الافضل فدائما، وفي الجهات اليمنى محمد هاني، امامهما الثلاثي مروان عطيه، اليو دانج، بالاضافه الى محمد مجدي أفشة. بالجهات اليمنى العالميه انطلقت هذه المحاوله، تعود وبعد ذلك في احضان يجلس على مقاعد البدلاء. وبالتالي بين الفريقين، وياما تكررت لقاءات الفريقين. هذه كره ببطاقه صفراء، هذه كرة ببطاقة صفراء. رضا سليم في اللقطة الماضية، والتحام ما بينه وما بين لاعب ماميلودي صن داونز أقل تقدير على اللقطة السنوات الماضية. يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لمنطقة الجزاء رأسية، لكن تغطية وإبعاد في بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا. سنعطيكم الأهلي في المواجهات المباشرة محليا أو حتى أفريقيا ولا مرة خارج دوري الأبطال، هذه أول مرة. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية، طالت اللقطة على أدواني وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى فقط على النادي الأهلي في تاريخ مواجهة. كرة بمحاولة وانطلاقة داخل منطقة الجزاء، رضا سليم حكم المباراة، وهاتريك بيبو الشهير دور 16 عام 2000. كرة لصن داونز الآن في الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الكرة بعد ذلك، زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. كرة بمحاولة مرور بعد ذلك أبعدت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وبعد قرار حكم المباراة يأتي باحتساب الخطأ. ما يكون الأهلي حاسما في أرضية ميدانه هنا. كرة بمحاولة بشكل مباشر بعيدة عن المرمى إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند الحارس محمد الشناوي. خلال الدقائق الأخيرة الماضية هنا في شوط المباراة الأول، محمد تؤهل أن يسجل في مباراة اليوم. محاولة عن طريق اللاعب تيمبا ذواني، أبعدت من أمام، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، إبعاد بعد ذلك بلاد المنتخب الجنوب أفريقي. كرة بمحاولة أمامية سهل سريع، بعد ذلك التدخل الدفاعي في التوقيت الملعب الخاص بنادي ماميلودي، لكن بمحاولة في الجهات اليمنى الآن، عرضية داخل منطقة الجزاء، إبعاد نافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا. كرة على أجواء هذا اللقاء، كرة بمحاولة أمامية داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من الشناوي، التصدي يأتي من محمد الشناوي. ذواني أخرى هنا لمصلحة القائد ذواني، عاود واجهة هنا بالنسبة للنادي الأهلي في مواجهة صن داونز. إبعاد في التوقيت المناسب، كرة بمحاولة مرور، لكن حكم المباراة يعود من جد بمحاولة من مسافة بعيدة، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. مرور، تغطية وإبعاد، زالت مستمرة وقائمة صافرة من حكم المباراة. خطأ يأتي لعبد المنعم، خطأ لمحمد عبد المنعم، ساقط في أرضية الميدان. سلامات لمحمد عبد المحلية، والمركز الثالث أيضا مع فريقه النام. أمامية ملعوبة الكرة من ربيعة، رأسية وإبعاد في التوقيت. كرة تصل إلى بيرسي تاو، يتقدم الآن، يسقط في أرضية أفريقي، لا زالت مستمرة وقائمة. حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ. أي سقوط للاعب من جنوب أفريقيا، حكم المباراة لا يتردد أبدا في احتساب. بيرسي تاو لا زالت مستمرة قائمة داخل منطقة الجزاء، هذا مجيبة، تسديدة قوية لكن علت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة مرمى عند الشناوي منطقة الجزاء أمامية. يا سلام على محمد مع عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية. الله يا الشناوي
في التوقيت المناسب يتدخل القائد، يطير وائز هذه البطولة، لكن محاولة الآن ملعوبة، خطأ لجاستون سيرينو، يلعب بشكل سريع، طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب من أمامي. الكرة بمحاولة أمامية الآن، راسية تصل سهلة عند حارسي المرمى محمد الشناوي، سيطر على كرته بالشكل المطلوب من والجرأة في مسألة المرور. كرة بمحاولة تقدم، ابعاد من بيرسي تاو إلى اليو ديانج، محاولة لتغيير عرضية داخل منطقة الجزاء، ابعاد في التوقيت المناسب، لازم لمسة من مسافة بعيدة، تسديد بشكل مباشر لكن إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى ركلة مرمى، لعب الكرة إلى لاعب ماسيكو، تغطية دفاعية يلعبها في الجهات اليسرى، ماسيكو يتقدم، صافرة خطأ، صافرة وخطأ، الله يستر من القادم الصن داونز. كرة دائما بشكل مباشر، دائما تعادل سلبي تاريخيا ما بين الفريقين. علي معلول يعود بالكرة، يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان، صافرة موجودة خطأ يأتي على لاعبي صن داونز. والحديث على المدافع مكوينة يرتكب خطأ على محمد مجدي الموجود، والكرة بعد ذلك بتسديد لكن عودة، وكرة تخلصت هاني نعم أمامية، الكرة إلى صلاح محسن، طالع صلاح أو في اللحظات الأخيرة للشوط الأول. كرة بمحاولة لك استمرارية خلال السنوات الماضية، تأخرت المساندة، سقط بيرسي تاو، ومعه سقط شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ينتهي ب100 عام تقريبا، وفي عام 1923 ثم بعد ذلك تم تجديد هذا الملعب في السنوات الماضية من أجل احتضان بطولة كأس القارات 2009. وهنا هذه المنطقة خطيرة جدا، الله يا رب، تأخر لكن لا زالت مستمرة وتغطية، وإلى صن داونز تسديدة تأتي قوية جدا. الكرة والمحاولات الماضية مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركض أمام صن داونز من أجل الوصول إلى ما تجمعه مع الترجي في الدور نصف الثاني. كرة بمحاولة تغيير اتجاه اللعب، استلام يأتي من رضا سليم، لا زالت قائمة الكرة عن طريق تيمبا ثواني فريق ماميلودي صن داونز، وإبعاد رضا سليم يضغط على حارسي المرمى بقيمة جماهيرية كبيرة جدا، هي الأكبر على خلال جماهيريته الكبيرة ووفاء جماهيره. اللاعب مروان عطية، محاولة المرور لكن برافو لمصلحة صن داونز، تسديده، هدف التقدم يأتي لمصلحة صن داونز، هدف التقدم يأتي لمصلحة صن داونز بتسديده من خلف الجهة اليسرى عن طريق اللاعب تيمبا. مصلحة النادي الأهلي، عرضية داخل منطقة الجزاء، طالت على صلاح قابل لا شيء. الأمور لا زالت في أرضية الملعب، نعم كل الأمور لا زالت متاحة ولا زالت في أرضية الميدان. الرغبة يجب أن بطولة الدوري الأفريقي خطيرة جدا. ابحاث عن العرضية تاو، عرضية داخل منطقة الجزاء سهلة، في عدة المحاولة بعد تغطية دفاعية إلى خارج أرضية. هذا هو اللقاء رقم 15 تاريخيا ما بين الفريق دائما في المنافسات الدولية. كرة وإبعاد في التوقيت، رينيه فايلر الموجود حاليا في سويسرا وفي منافسات الدوري الأوروبي أيضا مع نادي سيرفيت هنالك في سويسرا. فايلر مع الأهلي، ويليامز يتصدى، لا زالت مستمرة التعديل، لا مباراة الإياب التي ستقام بعد 3 أيام من مختلفة تماما عن أي بيئة أخرى. نادي الأهلي بعد ما كان صن داونز قد تقدم بهدف مقابل لا شيء، كرة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل، بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، محاولة تصل إلى أن تكون حاضرة عن طريق صلاح محسن، يلعبها في الجهة اليسرى عكس ما يحدث مثلا في أوروبا من خلال تطبيق القرار في الموسم. بروسيا دورتموند بعد سنوات طويلة كان حاضرا فيها على مستوى كرة القدم الألمانية. هوبنهايم كيل، صن داونز داخل منطقة الجزاء خطيرة، برافو الشناوي، برافو محمد الشناوي يتدخل في التوقيت المناسب. خطأ في اللقطة الماضية، كاد
المدرب ياتي من دون ان يحقق انجاز عن الوصول للنهائي. كره بمحاوله اماميه طالت على علي معلول وتحولت الى خارج ارضيه الميدان، وصلت الى ركله مرمى، وصلت الى امر حتى هذه اللحظه غير مقبول. كره بتسديده تاتي سهله عند حارس المرمى محمد الشناوي اللي يسيطر على كورته بالشكل المطلوب في اللقطه والمحاوله الماضيه من المباراه، يشير الى استمراريه اللعب. خطيره المحاوله، اوه يا ويليامز، اوه يا ويليامز. كره من ان يسجل هدف اخر فيما تبقى من احداث. كره بمحلوب الكره والمحاوله موديست، وبعدت الكره من امام بيرسي تاو عرضيه من تاو، لكن تغطيه لان نادي ماميلودي صن داونز والتدخل من اليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناتي قناة فانوس فيروز، والنهاردة هنعمل وصفة بإذن الله تحفة لمحاربة بقى يعني تشققات الأقدام وجفاف. وبصي مهما كان بقى حجم التشققات اللي عندك امشي بس على الوصفة دي وبإذن الله هتلاقي نتيجة رهيبة. أي نوع شاور عندك، أي نوع شاور متاح عندك، تمام. هتحطي يعني مثلا انا هعمل على طول في العبوه اللي انا هستخدمها، يعني هحط حبه حلوين كده عشان خاطر وقت ما احتاج الاقي استخدم على طول. حتى لو شاور رديء يعني مش بالضروره شاور ماركه او كده، تمام. دي مثلا انا هحط كده مثلا يعني دول كأن كوبايه شاور، اوكي. واصلا الشاور ده تحفه ومش رديء ولا حاجه، بس وريحته جميله. طيب هحط على الشاور؟ هحط معلقتين طعام، معلقتين ملح من معلقه الطعام، معلقتين كبار، معلقتين ملح، تمام. طبعا عشان نعمل في سكراب كده.